السلام عليكم، ازيكم عاملين ايه؟ سوق الايفونات المستعمله في مصر هو اغرب حاجه انت ممكن تقابلها في حياتك، لانه حرفيا عامل زي سوق العربيات المستعمله. هتلاقي ايفونات فابريكا وايفونات كسر زيرو وايفونات مغيره نص، والموضوع بقى اكبر من فكره انك بتشتري تليفون مستعمل وخلاص. الفيديو ده هيكون المرجع بتاعك من قبل ما تدفع ولا جنيه في اي ايفون، وهيساعدك انك تقدر تحدد اختيارك بنسبه 100%. خلينا اول حاجه نتكلم عن كميه المحلات المهوله اللي بقت تبيع ايفونات مستعمله دلوقتي. مجرد انك تفكر بس انك هتشتري ايفون مستعمل جديد، هتلاقي الاعلانات بتاعت المحلات دي بتطاردك وبتجري وراك في كل حته. هتفتح فيسبوك هتلاقي اعلانات الايفون، هتفتح انستجرام هتلاقي اعلانات ايفون، هتفتح اي منصه او اي مكان هتلاقي اعلانات الايفون. مشكلتي مع الاعلانات دي ان اغلب الاسعار اللي بتبقى مكتوبه ما بتبقاش حقيقيه، ما بتبقاش واقعيه. هو بيبقى مجرد جر رجل بس. بتلاقي مكتوب ان في تخفيض او في ديسكاونت 50% والايفون اللي مش عارف كام ب 20000 جنيه بس، وكل ده طبعا كلام مش حقيقي. ولما بتروح هناك بقى بتكتشف السر او التركه، او ان انت هتدفع 50% وتقسط الباقي، او ان ده مش عارف ايه، او ان في شركه ايه هتقسط لها كذا بس بفايده كذا، وقصه كبيره. هتلاقي انك دفعت حق التليفون اللي انت كنت عايز تشتريه بل واكتر. الفكره ان انت لما بتروح اي محل من دول بتتفرج على التليفون ايا كان نوعه ايه، هتلاقي التليفون بيلمع والتليفون جميل والتليفون اكنه لسه خارج حالا من الكرتونه بتاعته. بس المشكله والواقع ان اكتر من 90% من الاجهزه دي ملعوب فيها، سواء ان الاجهزه دي مغيره حاجه، مغيره بطاريه، مغيره شاشه، مغيره كاميرا، او ان الاجهزه دي من بابها اصلا اجهزه تجميع. يعني هو عباره عن شاسيه او بادي حاطط لك جواه بطاريه وكاميرا من هنا على بورده من هنا على مش عارف ايه، ويبقى ده هو الايفون الجديد. هو حرفيا بيبقى ايفون جديد، بيبقى الشاسيه بيلمع، بيبقى الفريم ما فيهوش خربوش، بتبقى الكاميرا ما فيهاش غلطه، بتبقى كل حاجه نظيفه جدا. فهي دي التريك اللي المحلات دي بتلعب عليها، ان انت لما بتروح هناك وانت مش فاهم او انت مش عارف، الموضوع بيبقى بالنسبه لك مبهر جدا. التليفون جميل جدا والفريم جميل جدا والتليفون شكله جديد وشكله بيلمع وشكله ما فيهوش اي غلطه، بس الواقع اوحش بكتير. الفكره برضو ان الموضوع ده بيتعمل باحترافيه كبيره جدا، لدرجه ان لو حد عادي مش هيقدر يشوف مشكله في الجهاز. بل خليني اقول لك كمان انك لو وصلت التليفون وشغلت عليه ال 3 يو تولز، برضو مش هتلاقي ال 3 يو تولز مطلع لك اي عيوب او مطلع لك ان في حاجه متغيره. الموضوع فعلا وصل لهذه الدرجه من الاحترافيه. ففكره ان انت تشتري تليفون من محل او من مكان طلع لك اعلانات ليه، هي حرفيا اكنك بتشتري سمك في ميه. يا اما المكان ده محترم فيقول لك والله التليفون ده فيه كذا 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 وسعره كذا، يا اما بالبلدي كده هيشربه لك. انت حرفيا هتشتري تليفون قدامك جديد، فريم جديد، التليفون كله بيلمع كأنه لسه خارج من الكرتونه، بس الواقع ان التليفون ده متجمع. فبما ان التليفون متجمع هو واقف عليه بسعر قليل جدا، وبما انك شايفه التليفون جديد قدامك فبتاخده بسعر عالي جدا. وهنا انت هتلجأ للحل التاني، انك تشتري التليفون من شخص عادي مش من محل. وقبل ما تقول اي حاجه انا هقول لك العيوب من نفسي. وخلينا نعمل الموضوع كده زي مقارنه بسيطه او مقارنه صغيره ما بين انك تشتري تليفون من محل او انك تشتريه من شخص عادي بيبيعه. لو هتشتري الايفون بتاعك من محل في ميزه وعيب، ولو هتشتري الايفون بتاعك من شخص عادي بيبيعه فيها ميزه وعيب برضه. الميزه انك لما تشتريه من محل انه مهما كان ده محل موجود، مكان تقدر تروحه في اي وقت. لو التليفون بتاعك حصل له اي حاجه، في مكان تقدر تروحه تتكلم فيه مع اشخاص، في فاتوره هتاخدها، في اجراءات كتير هتحسسك نوعا ما بالامان. والمشكله انك لما تشتري ايفون من محل هي انه هيقدر يضحك عليك بسهوله. لازم تكون شخص محترف جدا وجامد جدا عشان تقدر تحدد او تعرف اذا كان التليفون ده ملعوب فيه او لا. لكن غير كده هو حرفيا اي تليفون عنده هيقدر يبيعه لك عادي جدا، سواء التليفون ده مغير شاشه، مغير كاميرا، مغير ايا كان. حتى لو التليفون بالكامل تجميع هو يقدر يبيعه لك عادي جدا. والاسوأ انك مش هتقدر تكتشف ده ولا هتقدر تعرف ده. حتى لو وصلت برامج خارجيه برضه مش هتعرف ده. هتعرف ده امتى؟ ممكن تعرف ده لما تيجي تبيع التليفون ويكون اللي هيشتريه منك شخص فاهم، فيقول لك لا والله التليفون ده فيه كذا. لكن غير كده انت هتشتري التليفون وانت مش عارف اي حاجه. اما بالنسبه لو هتشتري تليفونك من شخص، فالميزه في الموضوع ان اللي بيبيعه لك هو شخص عادي، شخص كان معاه تليفون وعايز يبيعه عشان يشتري تليفون تاني او عشان يجدد. فغالبا هو بيوصف لك حالته وانت بتشتريه. ده لو ما كانش تاجر، لان في ناس كتير دلوقتي موجودين على منصات البيع زي اوليكس او غيرها او ماركت بليس في فيسبوك، بيكونوا اساسا تجار وعاملين اكونتس على اساس ان هم اشخاص عاديين وبيبيعوا تليفونات. فلازم تتاكد وتاخد بالك من طريقه سرد الاعلان انه شخص عادي بيبيع تليفونه. بس خلينا نقول ان الميزه لما تشتري تليفونك من شخص عادي، زي ما قلت لك هو شخص عادي عايز يبيع تليفونه عشان يجدد او عشان يشتري حاجه جديده. طب ايه ميزه الكلام ده؟ ميزه الكلام ده ان هو اولا السعر ما بيبقاش عالي قوي عليك، لان هو مش تاجر، هو مش حاطط هامش ربح للموضوع، هو مجرد عايز على الاقل ثمن التليفون، او حتى لو هيخسر فيه شويه ما عندوش مشكله. تاني حاجه ان هو حتى لو فكر يغشك او حتى لو فكر ان هو يخفي عنك عيب معين موجود في التليفون، انت ببساطه وبسهوله هتقدر تكتشفه، لان هو مش شخص محترف بدرجه كافيه ان هو يخفي عنك مشكله حصلت في التليفون
او ان هو يخفي عنك ان التليفون ده مغير بطاريه، مغير شاشه، مغير حاجه، هيبقى الموضوع صعب شويه. ولكن عيب الموضوع انه مجرد شخص هتقابله مره كبيرك قوي هيكتب لك مبايعه برقم بطاقه بالسيريال بتاع التليفون والسلام عليكم وعليكم السلام وهيمشي ومش هتشوفه تاني. فخلينا نقول ان كل حاجه ليها ميزه وليها عيب، فلازم واحنا بنشتري التليفون ما نبقاش متسرعين، ما نبقاش عايزين نشتري التليفون وخلاص اي حاجه كويسه هنشتريها عشان احنا عايزين نشتري التليفون. لا، نتأنى تماما ومش مشكله ندور مره واثنين وثلاثه وفي مكان واثنين وعشرة. طيب هقدم لك نصيحه لو هتشتري تليفون من محل، وهقدم لك نصيحه لو هتشتري تليفون من شخص. لو هتشتري تليفون من محل مش هقول لك يعمل لك فاتوره بقى وكل الكلام ده، كل الكلام ده اساسي كده كده. بس قبل ما تشتري، لو انت خلاص اخترت المكان اللي انت هتشتري منه، جرب تاخد اسم المكان ده وتدور تعمل سيرش على الفيسبوك مثلا وشوف الكومنتس او شوف البوست اللي بتتكلم عن المكان ده. لازم تكون فاهم طبعا ان مش كل الكومنتس او كل البوست هتكون كلام ايجابي وكلام جميل جدا، بس في اماكن بعينها لو دورت هتلاقي مصايب وهتلاقي مشاكل كبيره جدا، فالاماكن دي حاول قدر الامكان انك تبعد عنها. اما لو هتشتري تليفون من شخص، فاقل الايمان خالص انه يكتب لك مبايعه، يكتب لك مبايعه بسيريال الموبايل، يكتب لك مبايعه برقم بطاقته بعنوانه بكل حاجه، عشان تضمن انه لو التليفون ده لا قدر الله مسروق او في اي حاجه يبقى معاك اي ورقه تثبت انك مشتري التليفون ده من الشخص ده. خلينا بقى نيجي الكلام المهم، وهي ازاي تفحص الايفون بنفسك لو انت لسه ما تعرفش اي حاجه في الموضوع ده. اول حاجه تبص عليها طبعا هي العلبه. العلبه مهمه جدا لو انت بتشتري التليفون ده من شخص عادي، لان ده بيضمن لك انه بنسبه كبيره التليفون مش مسروق. وكمان العلبه بتفرق جدا في اعاده البيع، لان الناس بتبقى مهتمه جدا ان هي لما تيجي تشتري ايفون جديد يبقى معاه علبته بالسيريال المظبوط على العلبه وكمان جوه التليفون. خليني برضو اوضح لك ان كمان العلب بتتضرب، بس الموضوع ده صعب جدا ومش سهل، فمش هنتطرق قوي للموضوع ده، بس حاجه تخليها في معلوماتك ان حتى العلبه ممكن تتضرب. تاني حاجه تبص عليها سواء على علبه التليفون او جوه الايفون نفسه هي الموديل نمبر، او تحديدا اول حرف في الموديل نمبر. جنب الموديل نمبر لاي ايفون هتلاقي حرف، لازم تتاكد ان الحرف ده هو حرف الام، مفيش اي حرف تاني بداله، وتتاكد ان الحرف ده مكتوب على العلبه وكمان جوه التليفون. هتلاقيه في التليفون ازاي؟ هتدخل على السيتنجز او الاعدادات، بعد كده جنرال او عام، بعد كده اباوت فون، هتلاقي السيريال نمبر والموديل نمبر. اتاكد ان الموديل نمبر بيبتدي بحرف الام. ممكن هتقابل حروف تانية، حرف الاف وحرف الان وحرف مش عارف ايه، كل دي بلاش وابعد عنها، مش هنتطرق قوي للرموز دي بترمز ليه او معناها ايه. بس خليني اقول لك ان ام ده معناه ان تليفون عادي جديد حد اشتراه من مكان عادي وبيبيعه. لو لقيت الموديل نمبر بيبدا بحرف الاف ده معناه ان هو ايفون معاد تصنيعه، ولو لقيته بيبتدي بحرف الان ده معناه ان حد اشترى التليفون والتليفون طلع فيه عيب صناعه ورجعه للشركه والشركه ادت له واحد بداله، واللي فيه المشكله اللي خدته ده ظبطته ونزلته تاني السوق يتباع. فعشان تبعد عن اي وجع دماغ وعشان تبعد عن اي مشكله ممكن تقابلك في اعاده البيع، لازم تتاكد ان الموديل نمبر بتاع الايفون اللي انت هتشتريه بيبتدي بحرف الام. تاني حاجه على طول نبص عليها هي البطاريه. البطاريه توصل لها ازاي؟ اعدادات او سيتنج، بعد كده باتري او بطاريه، وبعد كده الباتري هيلث او حاله البطاريه. تبص على الباتري هيلث، لو التليفون مغير بطاريه او البطاريه محتاجه تتغير، خلاص البطاريه بقت اقل من 80%، هتلاقي مكتوب نوت كده فوق الباتري هيلث ان البطاريه دي محتاجه تتغير او البطاريه دي اوريدي متغيره ومش اصليه ومش بتاعه التليفون. حاجه كمان مهمه تعرف من خلالها اذا كانت البطاريه دي متغيره او لا، لان ممكن يكون الشخص مغير بطاريه بس مش مكتوب ان البطاريه مغيره. تعرفها منين دي؟ بقى تعرفها بالمنطق. لو انت رايح تشتري ايفون 12 برو ماكس او ايفون 13 برو ماكس او اي حاجه من الموديلات القديمه شويه دي، وبصيت لقيت ان الباتري هيلث 90% فيما فوق، تاكد ان التليفون ده مغير بطاريه بنسبه 100%. ممكن الشخص اللي بيبيع لك التليفون يقول لك لا والله اصل التليفون ده انا مشتريه مش عارف من امتى، بس ماكتفه من امتى، ده التليفون ده لسه ماكتفه اول امبارح. برضه تقدر تتاكد من الموضوع ده. طيب تقدر تتاكد من الموضوع ده ازاي؟ ده من خلال موقع ابل الرسمي. هتكتب في جوجل اي حاجه ابل سيريال، ايفون سيريال، اي حاجه، هو اول موقع هيجي لك هو ده الموقع بتاع ابل. وتاكد من فوق ان مكتوب apple.com. هتلاقي فيه خانه فاضيه المفروض تكتب فيها السيريال نمبر بتاع التليفون. هتكتب السيريال نمبر بتاع التليفون وتعمل تشيك، هيجيب لك كل البيانات عن التليفون ويجيب لك هو كمان اتاكتف امتى. فلو لقيت ان التليفون ده متاكتف من سنتين ثلاثه وبصيت على البطاريه لقيتها فوق ال 90%، فالشخص ده اكيد بيشتغلك والبطاريه دي اكيد متغيره. لكن لو انت بتشتري ايفون 15 ايفون 16 ولقيت ان نسبه البطاريه فوق ال 90%، فالموضوع هيبقى نوعا ما منطقي. التليفون بقاله سنتين او اقل او يمكن سنه كمان في السوق، فمنطقي ان البطاريه تبقى ممكن تكون عاليه. بس برضو فكره انك تتشيك التليفون متاكتف امتى وشغال من امتى دي حاجه مهمه. طيب هل التليفون بيتفتح عشان بس يغير بطاريه؟ لا، التليفون بيتفتح
عشان اسباب كتير، ممكن يكون في اي سي صغير باظ جوه فالشخص اضطر يفتح التليفون عشان يغيره. طيب نعرف الموضوع ده بقى ازاي؟ ده اختبار بسيط كده بنعمله عشان نقدر نحدد اذا كان التليفون ده اتفتح قبل كده ولا لا. كل اللي انت هتعمله انك تخرج الدرج بتاع الشرايح، وبعد كده تنفخ في الدرج بتاع الشرايح وتشوف اذا كان في اي تسريب او اي هواء بيخرج من اي منفذ تاني في التليفون ولا لا. يعني هتنفخ في الدرج بتاع الشرايح وتشوف اذا كان منفذ الشحن بيخرج هواء او السماعات او السماعه اللي فوق او اي مكان في الفريم بيخرج هواء ولا لا. هتعمل برضو الكلام بس بالعكس، انك هتنفخ في المنفذ بتاع الشحن وتشوف اذا كان درج الشرايح او اي مكان تاني بيسرب هواء ولا لا. الكلام ده بيضمن بنسبه كبيره ان كده التليفون مش مفتوح، لان التليفون لو اتفتح في الغالب مش بيتقفل كويس ومش بيبقى ضد الميه، فبتلاقي ان انت لما بتنفخ في اي مكان بيسرب هواء من مكان تاني. تبص كمان على حواف الشاشه والشاشه من جنب اذا كان في اي نوع من انواع تسريب الاضاءه، وكمان حاول تفتح اي خلفيه بيضه خالص على الشاشه عشان تقدر تشوف اذا كان في اي بقع او في اي مشاكل في الشاشه. والطريقه دي تعملها عشان تحدد اذا كان في اي مشكله في الشاشه او الشاشه متغيره او حاجه زي كده. حاجه كمان مهمه تعملها عشان تكشف على الكاميرات، هتفتح الكاميرا وهتوجهها ناحيه اي خلفيه بيضه، حيطه بيضه، ضوء ابيض او تيشيرت ابيض، اي حاجه، وتبتدي تشوف اذا كان في بقع في الكاميرا او بقع جايه من العدسه ولا لا. هتعمل الموضوع ده وتقلب ما بين العدسات الوايد والعدسه المين والعدسه التليفوتو، تتاكد ان الخلفيه البيضاء اللي انت موجه عليها الكاميرا مفيش فيها اي مشاكل، سواء كانت بقع او ضوء غريب او اي انعكاس مش منطقي. لو الدنيا تمام كده نوعا ما انت اتاكدت ان الكاميرا مش متغيره. حاجه كمان تعملها كده بالعين المجرده بتاعتك، انك تبص على العدسات كلها. العدسه الاصليه بتاعه الايفون غاليه جدا جدا، فلو في حد لو لا قدر الله في عدسه من تليفونه اتكسرت بيتجه ان هو يغيرها بعدسه كوبي مش العدسه الاصليه. والعدسه الكوبي انت في اغلب الاوقات هتقدر تميزها بالعين المجرده، هتلاقيها نوعا ما مش شبه العدستين التانيين، هتلاقي شكلها مختلف، لونها مختلف، مش هتحس ان هي مظبوطه مع بقيه العدسات. الموضوع ده طبعا بيجي بالخبره، بس برضو انا بقول لك ان بالعين المجرده انت ممكن تاخد بالك. حاجه كمان تبص عليها طبعا هي الفيس اي دي، تتاكد ان الفيس اي دي شغال وتمام وما فيهوش اي مشكله، وكمان تتاكد ان الاي كلاود مش واخد بلوك او التليفون ده مش معمول له لوك، وده عن طريق الاي ام اي اي بتاع التليفون. طيب هتعمل ايه؟ هتدخل على موقع imei.info، هيطلب منك انك تدخل الاي ام اي اي بتاع التليفون. طيب ده تقدر تلاقيه فين؟ تقدر تلاقيه على العلبه او تقدر تلاقيه في التليفون نفسه، والاضمن انك تجيبه من التليفون نفسه، عشان لو العلبه الرقم اللي عليها او السر اللي عليها متغير عن التليفون وانت مش واخد بالك، فخلينا في التليفون نفسه اضمن. هتدخل على الاعدادات او سيتنجز، بعد كده جنرال او عام، بعد كده اباوت فون، هتنزل تحت خالص هتلاقي اي ام اي اي 1 او اي ام اي اي 2، دخل اي رقم فيهم مش هتفرق، وده هيجيب لك كل المعلومات عن الاي كلاود بتاع التليفون لو هو واخد لوك او الاي كلاود تمام، مفيش مشكله في التليفون. بالنسبه للسعر انا مش هقدر اكلمك في موضوع السعر لان الموضوع ده نسبي بنسبه 100%. انا لو معايا ايفون وعايز ابيعه بمليون جنيه انا حر، انت بقى وافقت تشتريه بالسعر ده فدي حاجه ترجع لك. ولكن خلينا برضو نتكلم عن حاجه صغيره في موضوع السعر ده، الا وهي الضريبه الجديده اللي بقت موجوده. معظم التليفونات من ايفون 14 فيما قبل غالبا ما عليهاش ضريبه، او غالبا الاشخاص اللي بيستخدموها في مصر بيستخدموها ما قبل الضريبه. ممكن تروح تشتري تليفون من محل فيقول لك ان والله التليفون ده سعره كذا زائد ان الضريبه بتاعته كذا انا دفعتها فيبقى الاجمالي كذا، بس الفكره ان بنسبه كبيره ان الشخص ده ما دفعش ضريبه وان هو كان بيستخدم التليفون من قبل ما يبقى فيه ضريبه اصلا. طبعا زي ما قلت لك برضو ان الموضوع نسبي، والموضوع ما تقدرش تحدده بشكل كبير لان هو عرض وطلب، انا ببيع التليفون ده بكذا، عايز تشتريه اشتريه، مش عايز انت حر. ولكن قلت لك الموضوع ده عشان انت لو بتشتري اي تليفون ما قبل ال 15 برو ماكس او ما قبل سلسله ال 15 بشكل عام، تاخد بالك ان بنسبه كبيره التليفونات دي اصلا ما عليهاش ضريبه. في اخر حلقه خليني اقول لك ان الموضوع كله نصيب، بس على الاقل لازم تعمل اللي عليك وتفحص التليفون كويس قبل ما تشتري عشان تتجنب بشكل كبير ان انت يضحك عليك وتبقى رميت فلوسك على الارض. لو الفيديو ده فادك باي شكل من الاشكال ما تنساش تعمل لي لايك وشير وسبسكرايب، بيفرق معايا جدا. وعايزك تسيب لي في الكومنتات ايه اكتر حاجه بتخوفك وانت رايح تشتري تليفون مستعمل. كده نكون وصلنا لنهايه حلقتنا، وسلام.